المره الجايه جاي وزنه زايد 2 كيلو. الوزن كل ما يجيلي الوزن يكون زايد 2 كيلو او 3 كيلو، ما تقوميش غير لما تخلصي اكلك. وهي طفله هتقومي لازم تخلصي طبقك، واحنا اتربينا على كده، مش هتقوم غير لما تخلص طبقك. فهمت ان ده غلط. طول ما عندنا اراده مفيش حاجه هتوقفنا في بدايه جديده مع رحاب الشناوي. يا اهلا وسهلا ومع حكايه جديده من حكايات بدايه جديده. حكايه النهارده هنقف عندها شويه، لان انا اي اطفال بيجولي، يعني انا اصلا تحت سن 12 13 ما بستقبلش، واللي احنا هنتكلم عليه النهارده عنده 17 سنه. فالحالات دي بتستوقفني جدا، لان عاده اي حد فيهم بيقعد قدامي سواء بنت او ولد لازم الاقي مشكله في البيت، في الاتموسفير، في البيئه اللي هو متربي فيها. وللاسف يعني الاباء والامهات هنا، يعني يا رب تكونوا بتسمعوني والفيديو ده يوصل لكم وتحسوا بيه، جزء كبير جدا من مشاكل ولادنا احنا بنكون السبب فيها. احنا احيانا بنعلمهم غلط او بنربيهم غلط، او حتى لما بنوجههم ما احناش فاهمين ان احنا بنأذيهم نفسيا، لان احنا برضو ما عندناش من الوعي او من العلم نبقى احنا فاهمين ان ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه. انا فاهمه ده وحاسه بيكم كويس جدا. انا واحده من الناس اكتشفت مثلا انا بدرس الهيلث كوتشنج، انا كنت بربي بنتي غلط. مثلا حاجه بسيطه خالص، ما تقوميش غير لما تخلصي اكلك. وهي طفله هتقومي لازم تخلصي طبقك، واحنا اتربينا على كده، مش هتقوم غير لما تخلص طبقك. فهمت ان ده غلط. يعني بصوا مثال بسيط خالص اهو. فالفكره ان هنا جاي لي وزنه طبعا كتير وعنده زياده في الوزن جامد وداخل في مراحل سمنه كمان متاخره، فالمفروض بقى ان هم قرروا خلاص ان هو يعمل دايت. تمام، كالعادي بتاعي بدات اشتغل الشغل الطبيعي جدا. جه بعديها بعد ما اخد الدايت وزنه زايد تقريبا 2 كيلو او 3 كيلو. تمام ماشي، ونتكلم معاه والقصه فيها ايه ونسمع من ماما وما بيسمعش الكلام والاكل. طب انت بتبقى لخبطته وسافرت. طب تمام، المره الجايه جاي وزنه زايد 2 كيلو. الوزن كل ما يجيلي الوزن يكون زايد 2 كيلو او 3 كيلو. فضلت معاه بالطريقه دي تقريبا 3 سيشن. كل ما يجيلي الوزن بيبقى زايد، حد بقى السيشن الثالثه وقفت بقى. ايه بقى؟ فبدات افهم بقى من مامته، هو اصلا عنده مشاكل في البيت، عنده مشاكل مع باباه، عنده مشاكل سيلف ستيم، بادي ايمج، حاجات كتيره جدا ليها علاقه بالهيلث كوتشنج. وده اللي مأثر على نفسيته وبيخليه اصلا يروح ياكل كتير. فكره الدايت هو مش اكسبتد ليها، فكره دكتور الدايت، فكره ان انا ابقى حد لازمني بحاجه، يجي حد من بره يضغط عليا فيروح هو ياكل بزياده. الاتموسفير اللي هو عايش فيه مش بيساعده تماما على تحقيق الهدف ده. فبالتالي هو بيروح وبيجي لدكتور الدايت اللي هو شايفني انا دكتورة الدايت، بس هو مش عايز، هو مش حابب. ضغوط من بره، بيئة مش بتساعدني، بالعكس بيئة مبوظة علاقتي بجسمي ومخلياني اصلا مش حابب شكل جسمي. فهنا المعادلة الصعبة. هو بعد كده خس 3 كيلو. لما فهمت ده قعدت معاه وقعدت مع مامته وبدأنا نحل الموضوع، وبدأ ينزل في الوزن، لأن أنا فهمت هو ليه بيزيد في الوزن. ما كنتش فاهمة هو ليه بيزيد في الوزن. بس اللي أنا عايزة أقوله من فضلكم، إحنا مسؤولين عن ولادنا. لو إحنا بنلوم في الأجيال دلوقتي والجيل ده كذا والجيل ده كذا والجيل ده كذا، مين اللي ربى الجيل؟ إحنا المسؤولين، احنا اللي بنتولى المسؤوليه. على فكره لو احنا بنقوم بيسهروا وبياخدوا اكل من بره وبيعملوا كذا، احنا اللي عملنا ده، واحنا اللي العادات دي اللي موجوده. ما تقنعنيش ان بيت بينام بدري وبيحفظ قران وبيصلي في مواعيده وبيلعب رياضه وبياكل اكل صحي و نبص نلاقي ان البيت ده تمام، وفي طفل طالع في النص بيسهر طول الليل وبياخد جانك فود من بره وما بيصليش وما بيعملش. صعب يا جماعه، صعب. الاطفال بيقلدونا. فرجاء لازم نبقى احنا فاهمين كويس جدا لو في اي نفسيه مش كويسه جوه اولادنا، بلاش من فضلكم نكون احنا السبب فيها. وصلت؟